عندك مشكلة في منطقة العين زي الانتفاخات والهالات السوداء، وبتحسي إن عينك بتبان مرهقة من كتر الشغل والسهر؟ طب تعرفي إن الهيالورونيك أسيد دي مادة طبيعية موجودة في جسمك بترطب وبتجدد خلايا البشرة؟ وتعرفي إن مستوى الهيالورونيك أسيد بيقل مع التقدم في السن، فبتظهر التجاعيد وخطوط رفيعة؟ وبتدوري على علاج يحل كل ده بطريقة سهلة وسريعة؟ يبقى انتي في المكان الصح. أهلا بيكي في قناة قبل ما تشتري. في الفيديو ده هقولك على سيروم رائع من لوريال، وهو سيروم هيالورون للعين بالهيالورونيك أسيد والكافيين. السيروم مخصص للعناية بالعين، خصوصا لو بتقعدي كتير على الموبايل أو الكمبيوتر، أو لو مش بتلحقي تنامي كفاية، لأن كل ده بيغرق البشرة وبيبان في منطقة العين لأنها أرق منطقة في الجسم. السيروم بيرطب وبيرجع حجم وشكل العضلات في منطقة العين، وبيقلل الانتفاخات والهالات السوداء. كمان بيزود إشراق وحيوية عينيكي. أحلى حاجة في السيروم ده إنه فيه 2.5% من الهيالورونيك أسيد، ودي نسبة عالية جدا لو هنقارنها بأي سيروم أو كريم تاني. الهيالورونيك أسيد مناسب لكل أنواع البشرة، وبيرطب البشرة من جوه وبينعمها من بره، وبيملى تجاعيد وخطوط رفيعة، وبيزود مرونة البشرة، وكمان بيحمي البشرة من التلوث والأشعة الفوق بنفسجية، وبيساعد على تجديد خلايا البشرة. ومش بس كده، السيروم ده كمان فيه 1% من الكافيين، ودي مادة طبيعية بتحسن الدورة الدموية في منطقة العين، وبتقلل الانتفاخات، وكمان بتحفز إنتاج الكولاجين المسؤول عن مرونة البشرة، وبيزود إشراق العين. أنا جربت السيروم لأسبوع كامل، وده رأيي فيه. أول حاجة عجبتني فيه هو تصميم وشكل العلبة الشفاف، والرولر المعدنية الباردة على الجلد، واللي بتعمل مساج خفيف لمنطقة العين. تاني حاجة عجبتني هي ريحته، لأن السيروم مفيهوش إضافات كتير، فريحته خفيفة جدا. تالت حاجة عجبتني هي نتائجه، لأني فعلا شفت فرق في منطقة العين، خصوصا في التجاعيد والانتفاخات، وشكل عيني بقى أحلى وأصغر. طريقة استخدامه سهلة جدا، بستخدمه مرتين في اليوم، الصبح وبالليل قبل ما أحط كريم الترطيب. بدلك بالرولر تحت العين من جوه لبره 4 مرات لكل عين، وبعدين بحط نقطة على الجفن، وبدلك بالرولر من تحت لفوق، وبستنى شوية لحد ما السيروم يمتص في البشرة، وبحط كريم الترطيب أو سان سكرين عادي. السيروم مناسب لكل أنواع البشرة، جافة أو دهنية أو مختلطة. كمان ممكن تستخدميه تحت المكياج، ومش هيكلكع أو يعمل طبقات، فممكن تستخدميه قبل ما تحطي كونسيلر أو الفونديشن. والسيروم حجمه 20 مللي. وده كان كل حاجة محتاجة تعرفيها عن سيروم لوريال هيالورون للعين. لو حابة تجربيه هتلاقيه في أي صيدلية، ولو جربتيه قبل كده قوليلي رأيك في الكومنتات. شكرا للمتابعة، وما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان ما يفوتكيش أي فيديو جديد. وأشوفك في فيديو جديد قريب. سلام.